يما، ما دارت تدينا دعوة قبل الحفلة؟ خلاص ادعي لي هسه طيب. ما خايف لكن جايك تدعي لي عشان ارتاح. امين يا رب. الحاسدين والقاصدين امين يا رب. والمشنكشين. السلام عليكم شباب، كل سنة وانتم طيبين. معلش ما عيدنا لكم من بداية السنة للأسف الشديد، ده أول فيديو لنا في 2026. المهم الليلة حنتكلم عن ألبوم بتاع حليم تاج السر، الألبوم باسم ميشن امبوسيبل. هنعمل ريفيو كامل للألبوم حتى ندخل نشوف كل تراك من تراك لتراك، وحتى إنه النجاحات بتاعت التراكات، وحتى إنه رأي الجمهور شنو في الألبوم. طبعا الألبوم بعنوان ميشن امبوسيبل، المهام المستحيلة. anyway شباب خليكم معي، وما تنسوا تدوني رأيكم في التعليقات. I'm a big hustler. في كل مسرح عندي ست، في كل حفلة عندي هت، في كل شارع عندي كذب. أصبحنا صباح يوم السبعة شهر واحد طوالي بأما بيك حاسب. طبعا يا جماعة التراك إنه كان نار بجد، التراك نار، لكن مشكلة التراك إنه بسيط، يعني قصير شديد التراك، ما عارف دقيقة وحاجة. وطبعا النوع بتاع التراك ده نادر شديد في راب السين السوداني، بالذات راب سين سوداني، يعني البيت سويتش فجأة كده في نص الأغنية ده، يعني الستايل بقلب وكده، لكن التراك كان نار شديد. فاهم لحد يوم الليلة كده التراك عامل فوق 200 ألف مشاهد، وما شاء الله طبعا. يعني الزول اجتهد ولكل مجتهد النصيب وكده. المهم طبعا الفيديو كليب كان مجنون. فيديو كليب بصراحة كان فيديو كليب مجنون، وبالذات لحد انه مؤتمر صحفي وعامل فيه توم كروز وميشن امبوسيبل كده. عموما كان الاسيستنت دايركتور ادهم، وطبعا الاكتنج ايمان يوسف، طبعا ده الصحفية في الفيديو اظن. برودكشن هاوس طبعا هو بالبلاي ميكر بروت، وزي ما شايفين احمد زهرة واحمد جولي، وحتى انه الارت دايركتور كان انا، والبرود ماستر اسلام اوشا، وطبعا الستايلش جيش مبارك. وطبعا زين التصوير كان من شركة فيفا ستوديو. ايوه فيفا ستوديو من التيم، ان الله معاهم الشباب التانيين التهت. عموما نكمل في الحلقة الثانية، وخليكم ما تنسوا لايك وشير واشتركوا في القناة. شكرا.